عمرك فكرت قبل كده ان رمضان مش بس صيام؟ ده الشهر اللي كتب فيه التاريخ بنفسه. اول غزوة فاصلة بدر الكبرى يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية. مئات المسلمين ضد آلاف من قبيلة قريش، القليل بالعدد والكبير بالنتيجة. فتح مكة كانت يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة فاتح بدون معركة كبيرة. الكعبة أمنت والسلام عم المدينة والناس دخلت في دين الله أفواجا. فتح الأندلس بقيادة القائد طارق بن زياد سنة 92 هجرية. عبر المضيق بجيش صغير، هزم الغالبية وحط أساس أول حضارة مسلمة في أوروبا. معركة حطين سنة 584 هجرية بقيادة صلاح الدين الأيوبي. جيش الصليبيين وقع في الفخ. هزيمة مدوية أدت لإعادة القدس للمسلمين. معركة عين جالوت سنة 658 هجرية. قطز وبيبرس قدروا يوقفوا الزحف المجهول ووقفوا أكبر قوة وقتها. حرب أكتوبر بقى سنة 1973 اللي كان في نفس اليوم 10 رمضان سنة 1393 هجرية. الجيش المصري عبر خط بارليف. الاستراتيجية والجراءة والإيمان قلبوا موازين الحرب. وفوق كل ده القرآن نزل في رمضان، يعني أكبر حدث فكري وروحي في تاريخ البشر ابتدى في شهر الصيام. طب والدرس المستفاد؟ رمضان مش بس صيام وسحور، ده شهر إرادة وصبر، والمعارك بتثبت إن التاريخ بيتغير بالإيمان والعزيمة. فالسؤال مش رمضان غير التاريخ إمتى؟ السؤال الحقيقي رمضان ده إيه اللي هيتغير في تاريخك إنت؟ لايك وفولو وسلام.